هو ايه احسن، نتجوز صغيرين ولا بعد ال30؟ اتجوز وانا في سن صغير في اوائل العشرينات كده عشان اخلف عيالي بدري ويبقوا صحابي لما يكبروا، ولا استنى شوية واستمتع بحياتي واشتغل واعمل كارير واسافر واتجوز بعد ال30؟ تعالوا اقول لكم ايه الصح. مش عايز حاجه بذمتك؟ مش عايز حاجه ايه؟ منكش، انا عارف انك مفلس وحالتك نيله. في الحقيقة الجواز بدري حلو، بس برضو الجواز متأخر بعد ما استمتع بحياتي حلو. بس اقرر امتى وازاي اتجوز بدري او اتجوز متأخر؟ ده بقى اجابته بسؤال تاني خالص. هو انا هتجوز مين وليه؟ هل انا بقى لقيت الشخص المناسب اللي هتجوزه؟ والله لو لقيته وانا في سن صغير ومتأكدة ان هو ده الشخص، توكلي على الله. احنا ياما برضه شقينا عشان خاطرك، ولا انت اتولدتي من بطن امك طول بعرض كده؟ ما لقيتهوش استمتع بحياتي واكبر في شغلي واعيش كل الحاجات اللي انا ممكن ما اقدرش اعيشها لما اتجوز ويكون عندي مسؤوليات وولاد. بس حاجة مهمة عايزة اقولها للبنات، اوعي تفرحي بالجواز واي عريس والسلام. مش مهم الجوازة حلوة والعريس مناسب ومعاه عربية وشقة تمليك، المهم هتتجوزي مين، شخصيته، طريقته، اخلاقه. ولحد ما يظهر ابن الحلال ركزي في دراستك وتعليمك وشهادتك والكارير بتاعك. الجواز عامل زي الفلوس، لما بنركز فيه ما بيجيش، الاتنين بييجوا لوحدهم. انا نرمين لطفي، وده بيتك ومطرحك.